لطالما حلمت بلحظة تخرجي، ليس من أجل الشهادة، بل لأهرب من جحيم منزلي. كنت أظن أن سكني مع أختي سيكون طوق النجاة، لكنني لم أكن أعلم أنني كنت أهرب من النار لأقع في براثن الغموض. بعد وفاة أمي، تحولت حياتي إلى سلسلة من الرضاعات وتغيير الحفاضات. أنا وأختي لم نعد نملك من مشاعر الأمومة شيئا. عندما تزوجت أختي وسافرت إلى مدينة أخرى، كانت فرصتي الوحيدة للنجاة هي أن أعيش معهم لأكمل تعليمي. وافق زوجها الطيب فورا، ولم أكن أعلم أن البيت له سكان آخرون. منذ أول يوم لم أكن أشعر بالراحة. كان يسكن معهم أخو زوجها، رجل لا يبتسم، لا يتكلم، فقط ينظر إلي. نظارته كانت غريبة وحادة، وكأنه يقرأ أفكاري أو يحذرني من شيء ما. كلما التقت أعيننا أشعر ببرودة تسري في جسدي. حاولت التظاهر بأنني لا أرى تلك النظرات، لكن وجوده كان يملأ المكان بالتوتر. كنت أسأل نفسي، لماذا ينظر إلي هكذا؟ هل ارتكبت خطأ؟ وما الذي يخفيه هذا الرجل خلف صمته؟ تمنيت لو بقيت تلك النظرات مجرد توتر عابر، لكن القدر كان يخبئ لي حدثا سيقلب حياتي رأسا على عقب. في ليلة ممطرة وجدته ينتظرني أمام البيت، وقال لي بصوت لم أسمعه من قبل، بنبرة حادة ومرعبة: اصعد السيارة الآن. لم أكن أعرف حينها أنني كنت أخطو خطوتي الأولى نحو الجحيم، أو ربما نحو الحقيقة التي ستغير حياتي للأبد. ترى ماذا حدث في تلك السيارة؟ وماذا كان ينتظرني في وجهتنا؟ القصة بدأت للتو. انتظروني في القصة القادمة.